من نص كيلو قمح مقشور ما شاء الله عملنا كل حلة البليلة دي. مفيش أحلى من طبق بليلة على الفطار الصبح في الجو البرد ده. طبق كله غذا وفوائد وخصوصا للأطفال. تعالى أقولك على أسهل طريقة ممكن تعملي بيها حلة البليلة. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل حلة البليلة العسل دي ازاي. عندي نص كيلو قمح مقشور بنجيبه من عند العطار، غسلته كويس جدا ونقعته من بالليل لتاني يوم الصبح. تاني يوم هنرمي المية اللي اتنقع فيها ونحطه في حلة، ونحط عليه مية نظيفة تبقى مغطياه بالشكل ده، ونحطه على النار. واحط عليه معلقتين كبار رز مغسولين. معلقتين الرز اللي احنا حطيناهم دول يا جماعة هيخلوا مية البليلة تقيلة ويخلوا طعمها حلو جدا. وهقلب الرز مع القمح واغطي الحلة واسيبها على النار تغلي غلوتين. واول ما تغلي بالشكل ده هقلبها تقلبتين واغطي عليها واسيبها على نار هادية لمدة 5 دقايق وهطفي عليها. واسيب الحلة تبرد خالص، وبعد ما بردت هتفتحي عليها هتلاقيها استوت بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا من غير ما تخلصي أنبوبة البوتاجاز، والبليلة تفضل تغلي ساعة على النار. هما 5 دقايق والبليلة بتاعتك تكون استوت. وهنزود عليها كوبايتين مية تغطي القمح ونقلبها ونغطيها ونسيبها تغلي. وأول ما تغلي هنقلبها ونحط عليها لتر من الحليب وكوباية وربع سكر، وطبعا السكر على حسب الرغبة، عاوزة تقللي أو تكتري براحتك خالص. وهقلب البليلة كويس عشان السكر يدوب، وطبعا النار تكون هادية عشان البليلة ما تلزقش في الحلة. واخر حاجة هحطها معلقة فانيليا واسيبها على النار تغلي حوالي 5 دقايق، وطبعا مع التقليب المستمر. ونحط بقى في الاطباق او الكوبايات احلى واجمل واسهل واسرع بليلة ممكن تجربوها. ودي القشطة اللي احنا عملناها مع بعض في حلقة ام علي. نص كوباية لبن ساقع متلج، احط عليهم 3 معالق كبار كريم شانتيه خام باودر من غير سكر. هخفقهم كويس بالمضرب الكهربائي لحد ما حجم الكريمة يتقل ويهيش. احط عليهم 3 4 معالق من قشطة وش اللبن واقلبهم كويس جدا مع بعض. وده كده شكلها طعمها حلو جدا وهتخلي طعم البليلة روعة. وهتزينيها بقى بأي مكسرات متوفرة عندك، وممكن تقدميها كده من غير أي حاجة، هي طعمها تحفة. أنا هزينها بشوية جوزة هند وزبيب ومكسرات. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وألف هنا على قلبكم. ما تنسوش بقى، أنا عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله، دمتم في رعاية الله، سلام عليكم.